3 أهداف استطاع تسجيلها المنتخب السنغالي في نهاية المطاف. كان الجمهور القطري يعول على المنتخب على أقل تقدير أن يخرج بين أي من المنتخبين الإكوادوري أو السنغالي على أقل تقدير بنتيجة تعادل إيجابي أو بتعادل سلبي أو خطف نقاط أو نقطة واحدة على أقل تقدير من كلا المنتخبين. أولا أحب أقول هارد لك لنا جميعا صراحة، وكان بالإمكان أفضل مما كان بكل أمانة. المنتخب القطري كان يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك، ولكن أنا أعتقد أنه في عوامل أو أكثر من عامل حد من فوز المنتخب القطري اليوم. وأكبر عامل أنا أعتقد أنه كان المدرب سانشيز. أرجع وأقول المدرب اللي ما تغير، يعني ما غير في أي شيء داخل المباراة. متأخر بهدف لم يقم بأي تغيير، متأخر بهدفين نفس الشيء. حتى التغييرات اللي قام فيها كانت تنشيط لاعب بدل لاعب آخر. اللهم دخول مونتاري اللي هو كان المفروض أنه من بداية الشوط الثاني أنه استعان بمونتاري مع المعز في المقدمة. يعني وشفنا كيف مونتاري الهدف اللي سجله مونتاري ما يسجل عبث، هو هدف لا يسجل إلا رأس حربة حقيقي. هو بحث عن الكورة، الكروس ما كان، الأوفر ما كان على رأس مونتاري هو اللي بحث عن الكروس وسجل بهدف بطريقة رائعة صراحة، وأنا أهنيه وهذا يكتب له ويسجل له في التاريخ. ولكن أنا اللي ضايقني صراحة إنه المنتخب القطري اللاعبين كأفراد حاولوا واجتهدوا إنهم يقدمون شيء، ولكن أحيانا التكتيف والتربيط يجيك من المدرب من الدكة. المدرب ما ساعدهم، طريقة اللعب استمر على نهجه الدفاعي، استمر على طريقة الدفاعية. كانت اجتهادات فردية من اللعيبة بمحاولة الوصول. يعني لولا يعني شوف الهدف اسماعيل، تغيير من عبد الكريم اسماعيل اللي هو انا بالنسبه لي نجم المباراه. صح، كنترول رائع معك. كروس بالمليمتر يعني داخل الستة بين المدافعين. مونتاري يتعامل مع الكرة يعني بالشكل المناسب جدا. هدف رائع بالنسبه للمونتاري صراحه. فتخيل ان مونتاري كان موجود من بدايه الشوط الثاني، لو تجرأ المدرب ودفع بمونتاري من بداية الشوط الثاني تغيرت الأحداث. صحيح. ولكن إن شاء الله أنه المنتخب القطري يعني الحين هو خسر بطاقة التأهل وخرج من البطولة، ولكن المباراة القادمة أمام المنتخب الهولندي يستطيع أن يضع بصمة في كأس العالم. وهارد لك لنا صراحة. كان من الممكن حسب تقدير ياسر القحطاني الاعتماد على مهاجمين أو الاعتماد على مونتاري الذي سجل هدف قطر الوحيد حتى الآن في كأس العالم. حزنوا بكل تأكيد على خروج هذا الكم الكبير من الجماهير القطرية بعد الخسارة أمام السنغال، وخرجت خاسرة أيضا من استاد البيت في اللقاء الافتتاحي أمام الإكوادور. وهذه عملية انسيابية ورحيل المشجعين القطريين بعد دخول مهاجمين قطريين من خلال هذا اللقاء، منهم مونتاري سجل هدف. إذا ما أقطع كلامك، أنت لو لاحظت الجماهير عادة الجماهير الخاسرة على أرضها وبين جمهورها وبنتيجة 3-1 تترك الملعب من بدري. الجماهير استمرت لسبب أنها شافت عطاء في محاولة من اللعيبة، وخصوصا بعد هدف مونتاري. نعم، في محاولة من اللعيبة أنهم يعودون للمباراة. لكن لربما البعض لا يوافق على إشراك مهاجمين صريحين مثل المعز علي ومونتاري كما تحدثت في وقت واحد في عز الظروف الصعبة وفي عز الخسارة أيضا. هي هم يخدمون بعض. المعز ما يلعب رأس حربة صريح، مونتاري هو لاعب صندوق، لاعب 18. صحيح. المعز كان يستطيع أن يخدم المعز ويلعب في فترة من الفترات، يعمل ياخذ مساحات ويعمل مساحات. والمعز يستطيع أن يلعب حوالين المونتاري. اصلا مبارك انت تعلم بان المعز يلعب جناح في بعض الاحيان مع نادي تحيل قطر. معز لاعب طرف، يلعب طرف كطرف يمين، واحيانا المدرب يحتاجه كمهاجم ويسجل. لذلك احنا اللي يمكن نتكلم فيه انا وياسر، نتكلم احيانا انت كمدرب شنو الخوف منه اذا انت ما تغامر احيانا في اوقات المباراه. في الاخير انت لو انت الحين مغامر ولاعب 2 مهاجمين، ترى الوقت كان اخر ربع ساعه والنتيجه كانت